السلام عليكم لكيب، ان شاء الله راكم بيا. كما سمعنا في اخر الاخبار المتداوله على الجزائر والمغرب بلي 3 مهربين مغربيين مسلحين كانوا هازين معاهم كيف معالج واللي يقدروا ب 447 كيلو، كانوا مدخلين للجزائر وكانوا مسلحين، كانوا مهربين غير شرعيين. وراكم تعرفوا الامورات هذه. 3 ماتوا وبقى واحد عايش، حكموه على كل حال، داروا له استجواب. وراكم تعرفوا الجيش تاعنا بارك الله فيه على كل حال. الفيديو تاع اليوم اخوتي قال لك راه كاين رد مغربي. الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا المغرب واش راح دير، رد فعل مغربي بعد الشيء اللي صرا، خاصه ان المهربين هادو ماتوا في هذيك البلاصه، الا ان بقى واحد فيهم راه عايش على كل حال. الفيديو تاع اليوم اخوتي راح نهضروا وراح نشوفوا شي اللي صرا بعد الفيديو اللي درتو، لانه بزاف ناس فهموني بالغلط، خاصه كي قلت عليه ربي يرحمه ويسع عليه، لانه انسان مؤمن ومسلم. انا النيه تاعي تقول كيما هكذا، اذا عاد كاينه فتوى ولا حاجه كيما هكذا يعلم ربي، وانما النيه تاعي اني نترحم على جميع مؤمن ولا مسلم، من غير هكذا يعلم ربي واش نقدر نقول في هذاك الموقف. يسمى ان شاء الله برك يكون الميساج تاعي وصل، وان شاء الله نكون وضحت لكم الشيء اللي صرا. الفيديو تاع اليوم خرجت هضره جديده، الفيديو تاع اليوم بانوا حوايج جدد، والناس اللي ما على بالهاش هذو 4 مهربين حكمهم الجيش الجزائري، قتل 3 منهم، واحد فيهم داروا له استجواب وحكموه، وراح نشوفوه في الفيديو تاع اليوم على كل حال. حاجه واحده اخرى ليكيب، المغرب راهي رفضت بصفه رسميه انه هذو راهم مغربيين، قالت باللي هذو ماشي مغاربه، ما عندنا بهم حتى علاقه، واصلا الاسماء اللي وضحوهم باللي رانا قتلنا فلان وفلان وفلان راهم رفضوهم ونكروهم، وقالوا باللي هذو ماشي تاوعنا، هذو ماشي مغاربه، ولاو داروا هذا الشيء كامل عباره عن بروباغندا، قالوا باللي هذا الشيء ما كانش منه، راهم ينكروا ويعاودوا، ما حبوش يقبلوا هذا الشيء طول، الا انه احنا على بالنا باللي تهريب السلاح وتهريب المخدرات والامورات هذه من بكري معروفه عليهم على كل حال، وهذه من واحده من الاسباب اللي راهي غلق الحدود. يسمى الشيء هذا خوتي راه من بكري، الشيء هذا على بالنا باللي هما مهربين في السلاح في المخدرات وبزاف امور، الا ان المغرب راهي تنكر الشيء هذا مرارا وتكرارا، راهي تقول باللي هذا الشيء ماشي تاعنا، هذا الشيء ماشي من الخصال تاعنا، وهذا الشيء خليك دير بزاف علامات استفهام. يعني هل من المعقول انه في هذه الفتره الجزائر راهي فارغه شغل تروح دير حاجه ولا تروح دير بيان كيما هكذا وتقول باللي رانا قبضنا على 3 مسلحين تم تصفيتهم في هذيك البلاصه ومازال واحد رانا نديروا في استجواب ليه، وفوق هكذا ليكيب راهم ينكروا باللي هذو جنسيتهم مغاربه، قالوا لا لا هذو ماشي مغربيين، فوق هكذا بلادنا قالت تسميهم اللقب تاعهم. وفي الفيديو تاع اليوم راح نتعرفوا على هذو اللي ماتوا اكثر واكثر، لانه القضيه هذه خوتي راهي اكثر مما نتخيل على كل حال. بعد يومين ولا 3 ايام من الشيء اللي صرا راهم يقولوا باللي راهي خارجه المغرب برد فعل. الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا الرد الفعل هذا، ديروا لنا لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، الفيديو كل يوم والله كل يومين باذن الله على 6. ما تنساش تشرفني في الانستغرام، هاول لكم كيف الشاشه. مرحبا بكم مثل ما اخوتي شرفونا. اهم حاجه في الفيديو تاع اليوم صلي ولنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكيب ما تنساوش ديونا الكيك، هاول لكم في الشاشه. مرحبا بكم مثل ما اخوتي رانا نديروا ثم لي لايف نستريميو. مرحبا بكم مثل ما الكيب. خلينا دوك نشوفوا شي اللي صرا، كاين بزاف ناس ما على بالهمش بالقضيه هذه، تسمى دوك راح نشوفوا فيديو على الشيء اللي صرا ومن بعد نشوفوا رد فعل المغرب. بداية وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، وعلى إثر كمين بمنطقة غنامة بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية مساء أمس الأربعاء من القضاء على 3 مهربين مسلحين من جنسية مغربية، ويتعلق الأمر بكل من عد عبد الله، عزة محمد، صرفاقة قندوسي، وتوفيق توقيف مهرب رابع المدعو عزة ميمون من الجنسية نفسها، الذين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها عدة مناطق ببلادنا للقيام بأعمالهم الإجرامية. مكنت هذه العملية من حجز 74 كيلوغراما من الكيف المعالج وبندقية صيد ومنظار ميدان و4 هواتف نقالة وأغراض أخرى. تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى مدى يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته، ورسالة صارمة لكل من تسول له نفسه اختراق التراب الوطني والمساس بحرمته وأمنه. ومواصلة للعملية النوعية التي شهدتها منطقة غنامة بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة يوم أمس الأربعاء، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأماكن متفرقة في هذه المنطقة من استرجاع 447 كيلوغراما من الكيف المعالج. هذا ما يؤكد نية هذه المجموعة الإجرامية في إغراق بلادنا بهذه السموم. كما سمعنا ليكيب هذه القضيه راهي اكبر مما تتخيل، يعني المغاربه راهم على بالهم باللي اذا تعديت حدودك ينتهي وجودك، هذا شيء متعارف عليه، حدودي ما تقدرش تفوتها، ما تقدرش تجي تتعدى، فوق هكذا راك مسلح وفوق هكذا عندك 447 من السم، راك هزو لمن وين راك مديه على كل حال. راكم شايفين ليكيب هما راهم يقولوا باللي على الاقل لازم تعاملوا بطريقه انسانيه، يا اخي راهو انسان مسلح، والجيش هذه هي
المهام نتاعو واش يدير؟ يحرس الحدود. اذا تعديت على الحدود ينتهي وجودك، وهذا الشيء راهو باين. يعني انت تكون فايت على الحدود كي تشوفهم راح تعرف القانون بلا ما تقراه. يسمى احنا ما نبقاوش نفهموكم بالقريصات والخشيبات باللي هذيك هي مهمه الجيش. راهو في الحدود ما تفوتليش حدودي، ما تدخليش الارضي. راهم بزاف مغاربه قال لك ما كانش منها. الاولى راهم نكروا باللي هذو مغاربه، وكما سمعنا راهم جابوا الاسامي تاعهم. بعد 3 ايام ولا 4 ايام راه بانت الحقيقه تاعهم باللي هذو مغاربه، كاين اللي متزوج وكاين الاعزب. على كل حال ثاني حاجه مسلحين. يسمى الجيش كي يشوف باللي انسان مسلح شنو هي رده الفعل تاعو، باينه باللي راح يهاجموه قبل ما يتعرض للهجوم. هذا الشيء راه معلوم، ما كان له دوكا نجيو نقولوا له كان يحكموهم يستجوبوهم، ما كانش منها. انسان مسلح وانا مسلح، القافز فينا هو اللي يربح، لانه راهم مدخل الكيف، والكيف عباره عن ريسك كبير. يسمى الاخر كي راهو مسلح على باله واش راهو يدير. لو كان جا انسان مسالم يهضروا معاه ويقولوا له ولي منين جيت. اما انسان مسلح وهز معاه 447 كيلو من الكيف، راه ما على بالهم واش رايحين يديروا. على كل حال القضيه يوم بعد يوم راهي زادت بانت. يسمى نقولوها ونعاودوها، تتعدى حدودك ينتهي وجودك. بزاف مغاربه تداولوا الخبر هذا وقال لك ماهوش عاجبنا الحال، في بالهم باللي احنا كي نشوفوا ناس مسلحين راح نهضر معاهم سلميه. هذه الاولى. ثاني حاجه قال لك ياك غير كيف راهم يسهلوها، قال لك يا اخي غير مخدرات وش فيها، لو كان هضرت معاهم والله لو كان حجزتوا هذيك وطلقتوهم. ايوه المغربي، اذا انت هذه الامورات راهي عاديه عندك، احنا ماشي عاديه عندنا. على كل حال 447 كيلو لمن هذا الشيء كامل فوق هكذا راك مسلح. يسمى دفاعا عن النفس ودفاعا عن الشرف وعن الوطن. ما نقدرش نسمح لك تدخل بهذا الشيء، وما نقدرش نسمح لك تتعدى الحدود. والقري كل شيء راه باين والقوانين راهي صارمه وراهي باينه. كيف سترد الدولة المغربية على مقتل 3 من أبنائها على الحدود الجزائرية المغربية من طرف الجيش الجزائري بطريقة جبانة وبالغدر؟ فعلا هناك رد قوي قادم، قوي وقاسي في المضمون، هادئ في الشكل، ذكي في التوقيت. لن أخبركم بما ستقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية الشجاعة. لن تستهدف المدنيين الجزائريين، حيث نعتبر الشعب الجزائري شعب شقيق، ولكن سترد عسكريا. كما سمعتوا الانسان هذا قال لك عندنا ثقه في المملكه المغربيه. اسمعني شوف ايها الانسان المغربي، كثير من المغاربه راهم يحقدوا على الجزائريين حقد مبين مانيش فاهم عليه، وهذا الشيء شفناه في كان، هذا الشيء شفناه في كاس افريقيا. على كل حال انه الشعب راح يتفرج، تعرضوا لسوء المعامله وتعرضوا لبزاف حاجات، ومن بينهم رؤوف بالقاسمي اللي حاليا راه في الحبس. ادعيوا له ان شاء الله ربي يطلق سراحه في اقرب الاجال، لانه والله يلي كيبغى ظلموه. وان شاء الله يا خوتي هذا الشيء ما يوليش على خونا رؤوف في الحبس باساءه. على كل حال لانه هما راهم حابين يستغلوا اي جزائري في المغرب. رانا شفناهم كيفاش داروا للناس كي راحوا يتفرجوا البالو. على كل حال المغاربه ما رانيش فاهم علاه راهم ينكروا في الشيء هذا، ما رانيش فاهم علاه راهم يقولوا باللي ما كانش منها شغل. الشيء هذا اللي رانا نديروا فيه احنا رانا نظلموا فيهم. مازالوا الى حد الان يقولوا علينا باللي احنا دوله حربيه دوله دمويه، مازالوا في بالهم باللي احنا نظلموا، مازال في بالهم باللي احنا نحقروا. والله احنا يا رانا نجروا وراهم ومنا. يا اخي 3 مهربين رانا شايفين الملكه كيفاش راهي دايره مع المكسيك. يسمى هذا الشيء ماشي غابيناتنا برك وحنا برك رانا حابين كيما هكذا والنميمه وما على باليش. هذا الشيء راه متعارف دوليا ماشي غير عندنا احنا برك. هذه الاولى. ثاني حاجه راهم يقولوا منين جبتوا سمايهم ومنا وعلى بالنا باللي راكم تكذبوا. دير في بالك باللي هما كانوا في 4، 3 راحوا فيها وبقى واحد. الواحد هذاك هو اللي قال لهم الحاله العائليه والحاله الخاصه تاعهم، ومنين جاوا والشيء اللي كانوا راهم حابين يوصلوه. يسمى هذاك الواحد داروا له استجواب. مانيش فاهم راهم يخموا هذا المغاربه راهم حابين يديروا كلش غير باش يقولوا باللي هذوك ماشي احنا، لانه يوم بعد يوم راه تبان المغرب بفضيحه كبرى. من بعد فضيحه تاع الكان، من بعد فضيحه كاس افريقيا، ومن بعد فضيحه الفيضانات لانه البنيه التحتيه تاعها رايحه فيها طول، ومن بعد هذا الشيء كامل زادت خرجت هذه القضيه تاع التهريب، تهريب مخدرات واسلحه وداخل بهم الجزائر. وين رايح؟ لضواحي مدينه بشار فيما جرى توقيف مواطن رابع. وقال كبوري ضمن تصريح لوسائل الاعلام ان عناصر من الجيش الجزائري اقدمت على قتل 3 مواطنين مغاربه ينحدرون من مدينه بوعرفه واعتقال رابع والبعيده عن بوعرفه بحوالي 60 كيلومترا. واوضح كبوري ان الامر يتعلق بكل من عزة عبد الله وهو متزوج واب ل5 ابناء، وصرفق القندوسي المتزوج وله اطفال، وعزة محمد وهو اعزب. فيما نجا المواطن الرابع عزة ميمون الذي جرى توقيفه من الطرف السلطات الجزائرية وهو بدوره اعزب. واضاف المتحدث ان القتلى ال3 سيتم ايداعهم بمستودع الاموات بمدينة بشار في انتظار نقل جثمانهم لدفنها بمدينة بوعرفة أو دفنها داخل التراب الجزائري كما حصل في عدة حالات سابقة، مشيرا إلى أن عزة ميمون سيحال على القضاء الجزائري. وأكد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن فرع الجمعية ببوعرفة سيعمل على إنجاز تقرير مفصل حول هذا الحادث، مبرزا أنه سيتم القيام لاحقا بجرد شامل لمجموعة المواطنين المغاربة الذين تم قتلهم على الحدود بإقليم فجيج وتجريدهم من الحق في الحياة. وشدد كبوري على أن الحق في الحياة حق مقدس
تكلفه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما كنا نسمعوا دوكا هذوك هما اسماء المهربين المغاربه. كاين اللي عنده 5 ولاد، كاين اللي راه اعزب، واللي راه محاكمين واللي داروا له استجواب. هذاك هو الانسان العازب. يسمى اللي كيف دوكا بانت الهويه تاعهم، ودوكا رانا زدنا تاكدنا 100% باللي هما راه مغاربه. فوق هكذا مانيش فاهم المغاربه واش راهم يحوسوا. مازالوا الى حد الان ما راهش عجبهم الحال، والى حد الساعه رغم كل شيء راه مازالوا يقولوا باللي هذوك ماشي مغاربه، وحنا رانا حابين نشوفوا السمعه تاعهم والله حاجه كيما هكذا. من بكري عندهم الكيف المعالج. يسمى هذا الشيء ما تقدرش تنكره بعد الفضايح وبعد الشيء اللي صرا، الا انه لازمك تزيد تقبل الفضيحه هذه، لانه ماشي هذه الاولى عندكم. واش نقدر نقولوا دوكا لي كيف ربي باقي السر، وربي يحفظ بلادنا خاوتي، وان شاء الله ربي يبعد علينا عباد السوء. فوالا خاوتي، وصلنا لافان تاع الفيديو. ان شاء الله يكون الميساج تاع اليوم وصل، وان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو. في لافان تاع هذا الفيديو اللي كيف ديروا لنا لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس. فيديو كل يوم والله كل يومين باذن الله على 6. ما تنساش تعرفني جنب الانستغرام، هاول لكم اللي كيف الشاشه. مرحبا بكم ثم اخوتي شرفونا. اهم حاجه في الفيديو تاع اليوم صلي ونعم على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهذه هي اللي كيف وصلنا لافان تاع الفيديو. بقى لي نقول لكم تعرفوا روحكم خوتي، نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.